الأسطورة مش مجرد كلمة بتتقال وخلاص على أي حد، الأسطورة بتتجسد في شخص عمل كل حاجة لناديه، سواء كلاعب أسطوري بالأرقام والإنجازات والمهارات أو كإداري. وأكتر واحد بيجسد كلمة أسطورة هو بيبو محمود الخطيب، أسطورة الأهلي ومنتخب مصر. محمود الخطيب اللعيب اللي ما جاش ولا هيجي تاني، ولأن معظم الأجيال الجديدة ما شافتش الخطيب كلاعب تقدر تشوف وتعرف كل حاجة عنه في الفيديو ده. لعيب كورة لو كان في زمن السوشيال ميديا كانت عمل له تمثال بسبب مهارته والاهداف الخرافيه اللي كان بيسجلها، بيمينه ماشي بشماله ماشي زي مورجان كده، براسه برضه ماشي، تسديدات صاروخيه، وكمان اهداف بمهاره خاصه من بيبو معشوق المصريين. الخطيب اللي بدأ حياته مع الكوره في نادي النصر بمصر الجديده، ثم انتقل للاهلي وهو عنده 16 سنه لما اسمه ابتدى يسمع في الاوساط الرياضيه، والناس كلها بدأت تتكلم عليه ان في لعيب كوره ملوش حل في النصر. لعب اول ماتش رسمي مع الفريق الاول عام 1972 قدام البلاستيك. من هنا كانت البداية، وقدر الخطيب يسجل 108 هدف خلال مسيرته مع الأهلي في الدوري، وقدر يحقق 10 ألقاب دوري و5 كاس مصر، وقدر يسجل في أفريقيا 37 هدف خلال 49 مباراة، وده محدش قدر يحققه لحد وقتنا ده، رقم قياسي مسجل باسم محمود الخطيب. قدر يحقق كاس أفريقيا مرتين مع الأهلي وكاس الكؤوس 3 مرات، وحقق أحسن لاعب أفريقي عام 1983 محدش حققها في مصر غير هو ومحمد صلاح بس. على المستوى الدولي قدر يحقق لمصر بطولة أفريقيا عام 1986 واعتزل دولي بعدها على طول. ثم اعتزل الخطيب تماما بعد الاعتزال الدولي بسنتين. الخطيب في آخر مبارياته مع الأهلي كانت الناس بتبكي في الاستاد، مش مصدقين إن نجمهم الأول والأوحد هيعتزل كرة القدم، مش هيقدروا يتمتعوا بمهارات بيبو تاني في الاستاد. كانت أشبه بالصدمة، ولكن بيبو مازال بيحرز أهداف وهو داري لحد وقتنا ده. يعني شوف الهدف ده كده من اجمل اهداف الخطيب في مسيرته تقريبا وفي تاريخه كله. شوف الاستلامه بالكعب، يرقص المدافع باستلامه بالكعب بالطريقه دي ويروح يجيب هدف جميل زي دوت، خلى الاستاد ينفجر وقتها. بيبو بيبو الله يا خطيب، بيبو بيبو الله يا خطيب، ولحد دلوقتي بنقول لك الله يا خطيب. انتقل للعمل الإداري في النادي الأهلي كعضو مجلس إدارة ونائب رئيس، حتى تولى منصب رئيس النادي الأهلي عام 2017 باكتساح، محدش يقدر ما ينتخبش بيبو. ومستمر الخطيب في إمتاعنا حتى بعد اعتزاله بحديثه القليل وإنجازات فريق الكورة اللي قدر يحققها، سواء الفوز بدوري أبطال أفريقيا في 3 نسخ، أو بطولة الدوري، أو برونزية كأس العالم للأندية اللي حققناها كذا سنة ورا بعض. دي كانت مسيرة محمود الخطيب مع النادي الأهلي، سواء تتفق معاه كإداري أو لا، تتفق مع قراراته او لا، بس هو اسطوره لن تعوض بسهوله، سواء كلاعب او كعضو مجلس اداره او كرئيس للنادي الاهلي. والوحيد اللي يستحق المكانه دي بعد بيبو هو واحد بس، اكيد كلكم عرفتوه، محمد ابو تريكه. ربنا يرجعه لوطنه سالم غانم باذن الله عن قريب جدا، ونشوفه رئيس للنادي الاهلي. ادعمني بلايك وفولو وشير على الفيديو دوت، واستنوا فيديوهات تانية كتير، سواء سلسلة اساطير اللي احنا بنقدر نقدمها، وكمان تحليلات وحاجات تانية كتير جدا، وانا بحبكم جدا. سلام.